تغلب الوداد الرياضي على مضيفه إنيمبا النيجيري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب غوسدويل الدولي لحساب ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي. وانطلق الشوط الأول على وقع محاولات هجومية عديدة للفريق الأحمر، حيث لم يتمكن من ترجمتها إلى أهداف محققة. وواصلت كتيبة عادل رمزي محاولاتها بحثا عن هدف التقدم، والتي كانت رأسية أيوب العنلودي أبرزها في الدقيقة 82، إلا أنها مرت بجانب المرمى. وفي الدقيقة 93 نجح الوداد في تسجيل هدف السبق بعد أن احتسب الحكم التشادي الحاجي ألاو ركلة جزاء نجح يحيى جبران في وضعها داخل الشباك. وبعد الاستراحة مارس الفريق النيجيري ضغطا على الخط الأمامي للضيوف سعيا منه لتعديل الكفة، وفي المقابل أضاعت الكتيبة الحمراء فرصا سانحة لتوسيع الفارق